بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، ان شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى لا اله الا الله. يبقى الذكر بتاعنا لا اله الا الله، مش عايزين نغفل ابدا عن ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم امين. حبايبي، شايفين معايا ما شاء الله عملت معاكم الكاستر والمهلبية بطريقة جميلة. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا باكو كاستر فراولة. هعمل النهاردة الحلو بتاعنا بكاستر الفراولة، ومعايا باكو جيلي فراولة علشان ولادي بيحبوا طعم الفراولة. هنعمل الوصفة النهاردة سهلة جدا. اللي حابب بقى يعملها بأي طعم مختلف عن الفراولة، مانجو، مش أي حاجة يحبها، فمفيش مشكلة. احنا النهاردة هنعمل بالفراولة، وكل واحد يعمل باللي هو حب. اول حاجة هجيب الحلة بتاعتنا وهنزل فيها ب3 كوبايات حليب. مننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. وهنزل كمان عليهم ب4 معالق سكر، واللي حابب يزود السكر اكتر او يقلل براحته خالص، التحلية على حسب الذوق. وهقلب كويس، وهقلب السكر لما يدوب في اللبن كويس، وهرفعه على النار. وهجيب بقى بولة فاضية وهنزل فيها بنص كوباية مية، وهدوب الكاستر بتاعنا. هعمل الاول طبقة الكاستر، هنزل باكل كاستر كامل، وهبدأ اقلب فيه لما الكاستر يختفي نهائي، لما يدوب خالص في شوية المية اللي احنا حطيناهم. ادوب كويس جدا كده. وما ينساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللبن بتاعنا على النار بيغلي، بدأ الغليان. هنزل بقى على طول عليه بالكاستر بتاعنا اللي انا دوبته، وايديا فيه هقلب على طول علشان اللبن بتاعنا طبيعي غالي، فمش هياخد وقت في السوا، هيستوي معانا بسرعة. انا اخترت الكاستر الفراولة ومع الجيلي الفراولة، واللي حابب يغير الطعم الفراولة هنا الكاستر يبقى مانجو او فانيليا، اللي حابب يغير الطعم براحته. شايفين كده ما اخدش وقت على النار علشان اللبن بتاعنا كان غلى من الاول. اول ما بدأ يعمل الفقاقيع ديت هبدأ هطفي عليه على طول. شايفين لون الكاستر الفراولة جميل جدا. هجيب بقى الكاسات بتاعتي وهعبي الكاستر. هعمل حساب للطبقة التانية. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله، لا اله الا الله. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام، صلة أرحام، تعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين يا رب العالمين. ما ننساش الذكر بتاعنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شايفين كده قوام الكريمة بتاعتنا، كريمة الكاستر، القوام بتاعها جميل جدا. معايا بسكويت سادة، هنزل في كل كاس من الكاسات بتاعتنا كده ببسكوتة او 2، بيديلي طعم جميل جدا مع الكاستر والجيلي. كده انا هحط في كل كاس بسكوتين، وهركن بقى الكاسات بتاعتنا على جنب، وهروح اعمل الطبقة التانية.
انا هرص معاكم 4 كاسات وهكمل الكمية مع نفسي علشان الوقت. معايا كده بولة وهنزل فيها بباكو الجيلي. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله، لا اله الا الله. وهنزل كمان على الجيلي بتاعنا بمعلقتين سكر. هو الجيلي بيبقى فيه سكر طبيعي بس انا ولادي بتحبوا مسكر زيادة، فهنزل بمعلقتين سكر على الجيلي كده. ومعايا كوباية مية مغلية، هضيف كده كوباية المية المغلية وهقلب كويس لما السكر والجيلي بتاعنا يختفي نهائي. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بدوب كويس جدا لما ما يبقاش فيه اثر للجيلي نهائي. بعد ما الجيلي بتاعنا داب كده كويس هنزل عليه بكوباية مية ساقعة وهقلب كويس لما يمتزج كله كده مع بعضه. وبكده بقى الجيلي بتاعنا جاهز. هبدأ اصب على الكاسات بتاعتنا. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. عملنا حلم الاولاد سريع جدا وما اخدش وقت، حاجة طعمها جميلة فرحتهم جدا. جربوها هتعجبكم الوصفة، سهلة خالص وبسيطة ما اخدتش وقت. وعملنا الجيلي والكاستر طبقات مع البسكوت بيبقى طعمه جميل جدا. هدخلها بقى التلاجة وتخرج من التلاجة، نشوفها مع بعض بعد ما تخرج من التلاجة. هيقعد لمدة 4 ساعات او اكتر علشان الجيلي بتاعنا يتجمد ويبقى جاهز للاستعمال. ما شاء الله شايفين المنظر، بسم الله ما شاء الله. وموفر جدا الحلو بتاعنا، مكلفناش كتير. يعني باكو الجيلي وباكو الكاستر ما كلفوناش 10 جنيه. موفر جدا جدا وعمل كمية كبيرة. والمنظر زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. الطبقات واضحة وجميلة، طبقة الكاستر بالفراولة بلونها الجميل وطبقة الجيلي ما شاء الله. شايفين كده الله اكبر، المنظر مغري جدا. حبايبي بقى اللي وصل لحد هنا مش هوصيكم ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. شايفين ما شاء الله الطبقات، شايفين المنظر جميل جدا. جربوا الوصفة هتعجبكم. ونطلع كده معلقة ونشوفها مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله طبقة الجيلي وجمالها مع طبقة الكاستر والبسكوت، حاجة كده جميلة جدا. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.